ماما انا عايزك تعلميني الطبخ. الرجاله خلصت على جيلنا والله. ايه يا بابا انا بس عايز اتعلم الطبخ عشان انتوا لما تسافروا ما تسمعش بقى في بيت ولع ومطبخ ولع وابني ناجي وابني بياكل عند خاله وبياكل عند عمه الفضايح دي. يا ابني ما احنا لما نسافر انت تقلب رزقك، يعني سندوتش من هنا، غدوه عند عمتك، غدوه عند خالك، كده هتقلب رزقك يعني ابقى على الناس يا بابا، ابقى مرشد على عيلتنا مثلا. يا ابني دول اهلك وناسك. بابا انت فاضح ابن عمك يا بابا، ليك عنه مش عارف 980 جنيه يا بابا. يا ابني كنت بهزر معاه وطلعته تاني. شفت بقى انت بتقول بهزر معاه بقى، امال انا لما اروح يعني يرموا لي اكل زي الوضط في الشارع. شفت انت بتقول بهزر معاه. لا خش لامك يلا اتعلم الطبخ، والله خايف اقفشك بتلعب العاب تلبيس بنات على اي منتدى. خلاص يا عم وربنا ما نواكل اصلا. وفرت وده المطلوب. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. بقالي كتير بحضر للحظة دي. احنا الساعة 2 بالليل ولوحدنا وفي المطبخ. انا جعان. بقول لك يا ماما ما تقولي لي كده اعمل مكرونه وفراخ ازاي، عشان كنت جعان ودخلت المطبخ واحنا بالليل بقى وانت فاهمه. ايه يا ماما، هي كل الحاجات دي عندنا في المطبخ؟ ده انا لو هعمل كنتاكي مش هعمل اللي انت بتقولي عليه ده اصلا. طب سلام يا ماما سلام. طب اجيب اكل من مش عارف انا، والاكل مش سهل ليه؟ يا دي النيله السوداء، وكمان اتنيلنا. يا ماما الاكل ساعة يا ماما. طب اسخنه طيب، بالنسبة للبوتاجاز عليه باسورد ولا ايه طيب؟ عشان انا زهقت والله العظيم. طب سلام. طب احنا جبنا شوكولاتة، طب ناكل شوكولاتة ولا ايه طيب؟ متلج؟ هي كل حاجة في البيت ساقعة؟ هو احنا في القطب الجنوبي هنا ولا ايه طيب؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا ماما؟ بالنسبة يا ماما القطب الجنوبي اللي انا قاعد فيه ده، اخر علبة شوكولاتة في التلاجة كانت ساقعة. وانت قلت لي فصل اصلا. يا ماما فين ده، كانت اخر علبة اصلا. طب سلام انا هتصرف. الو بعد اذنك كنت عايز كيس فراولة. حضرتك شقة 18. حضرتك مامتك قبل ما تسافر منبهة عليا ما طلعلكش حاجة. ايه امك دي؟ انت ازاي تتكلم معايا كده؟ لا والله ما اقصدش. لا انت شكلك كنت تقصد وانا هاجي اتعامل معاك بنفسي. لا والله النية خير. انا جاي لك بنفسي بقى اشوف موضوع امي وامك والموضوع الكلام ده. لا طب خلاص انا هبعت لك اندومي وشيبسي وجنز واللي انت عايزه، كل اللي في الجدول هبعته لك واطلعه لك لحد عندك فوق يا باشا. خلاص ماشي حصل خير. ماشي مع السلامة سعادة البيت. وحشتني. انا لازم كده استفرد بيك، اعمل حاجات كده فيك محدش عملها كده. ايه ده؟ هو الزيتون بقى الزيتون كده عادي بمكونات طعم. يا نهار طينة. ايه يا ماما انا جبت اندومي، جبت فراولة وحطيتها فحبيت اعمل يعني اكل على دماغي، فجيت لقيتها سايحة كده مش عارف تقيلة ومية زفرة كده اندومي ما قلتش اندومي، انا جعان طيب. طب ما انتوا سايبيني مسافرين انتوا. خلاص ما انا جعان. بقول لك ايه يا معلم، اللي عندك كوبايات او اي حاجه تعمل في ميه سخنه من الاخر يعني. ايه يا ماما؟ يعني ايه تعمل الميكرويف دلوقتي لقيت الميه فاضيه؟ ما كنت ترمينه في الصحراء احسن، ما فيش اي حاجه في البيت تتاكل ولا تتشرب. لحظه طيب، ابويا بيرن، هو مش معاكي؟ ايه يا بابا؟ بعدين ايه اللي عايز تشربها؟ ما تسترجل كده. خلاص يا بابا ماشي. اقفل يا بابا اقفل. ما هي فاضيه، حتى الإضافية فاضية، كنت ترميني في الصحراء. ده زيت زيتون ده ولا زيت ايه؟ هلا ايه يا بابا؟ الجيران بتتصل تطمن علينا، وفي حاجة عندك؟ لا مفيش يا بابا مفيش، ده انا حرقت رغيف بس كده، مفيش ولا مطافي ولا أي حاجة. طب احنا جايين النهاردة. ايه؟ طب ما تخليكم وانا اجي يا بابا. ليه؟ خلاص يا بابا خلاص، تعال يا بابا تعال. قول للناس تعمل اشتراك عمال ما ارن على عمك حنفي اقول له. نسوني معلش، الاشتراك في القناة بتعب معاهم الله وبيطلع عيني. في لايك تحت كده تضغطوا عليه، ما بتدفعوش حاجة والله ببلاش. شجعوني في الكومنتات بعاش ولا أي حاجة.